السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابي الأعزاء، طلاب الصف الأول الثانوي، تعالوا نشوف النهاردة أول حلقة في الجبر بتتكلم عن مجموعة الأعداد المركبة. زمان وإحنا في إعدادي لما كنت بدي لك معادلة بالشكل ده، س تربيع زائد 1 بيساوي 0، كنت بقول لك أوجد مجموعة الحل في ح اللي هي الأعداد الحقيقية. كنت بتودي دي بعكس الإشارة، بتقول لي س تربيع بسالب 1، وساعتها بتقول لي مجموعة الحل فاي، مفيش تربيع يطلع بالسالب. السنة دي إن شاء الله بناخد حاجة اسمها العدد المركب أو الأعداد المركبة، بيبقى ليها حل في الأعداد المركبة. بس الأول بنروح نشوف حاجة اسمها العدد التخيلي. العدد التخيلي ده اللي احنا بنرمز له بالرمز ت، هو جذر سالب 1. العدد التخيلي هو جذر سالب 1. طبعا ما كانش في جذر زمان عندنا بالسالب، لكن لا، في جذر تربيع السنه دي بالسالب بنسميه ت، العدد التخيلي. يعني مثلا كان زمان جذر سالب 2 بنقول له لا ما ينفعش، لا دلوقتي بنسميها جذر 2 ت. طب جت ازاي دي يا استاذ؟ ما دي معناها جذر سالب 1 في جذر 2. جذر 2 دي تنزل عادي، لكن احنا اتفقنا النهارده ان جذر سالب 1 اسمه ايه؟ اسمه ت. طب لما يقول لي جذر سالب 4، استنى، ده الأربعة ليها جذر تبقى 2 وجذر سالب 1 ت. يبقى لما يقول لي عايز جذر سالب 4 أقول له 2 ت. طب جذر سالب 2 أقول له جذر 2 ت. طب جذر سالب 9، التسعة ليها جذر اللي هي 3، وجذر سالب 1 اللي هو ت، وهكذا. تعال نشوف بقى شوية قواعد كده ومعلومات مهمة جدا هتفيدني في حل المسائل. لو أنا قلت لك عايز ت أس 1 تقول لي ت. طب ت أس 2 دي بسالب 1، ت أس 3 بسالب ت، ت أس 4 بواحد. هم دول الأربع إجابات اللي عندي النهارده. ت أس 1 بت، ت أس 2 بسالب 1، ت أس 3 بسالب ت، ت أس 4 بواحد. وعموما لو الأس يقبل على الأربعة بدون باقي يبقى الإجابة 1 على طول. زي كده بيقول لي كده، الأس يقبل على الأربعة الإجابة 1. طب تعال بقى نشوف بقى مسائل على الكلام ده. أول مثال ده مثال محلول عندنا. بيقول لي اختصر لأبسط صورة أو أكمل، عايز ت أس 5. بص بعمل إيه بقى؟ ببص للأس ده، العدد ده 5، العدد ده موجب، أشوف إيه العدد اللي قبل منه على طول يقبل الاسم على الأربعة. أيوه 4، هقول له كده 5 اللي قبلها 4 على طول تقبل على الأربعة. فبطرح 5 ناقص 4 تديني 1، وت أس 1 دي بإيه؟ بت. طب تعال نشوف دي، العدد ده 15، ايه العدد اللي قبل ال 15 يقبل الاسم بدون باقي على 4؟ 12. فبطرح 15 ناقص 12 يديني 3، وت أس 3 زي ما اتفقنا فوق اللي هي سالب ت. تعال بقى نتدرب مع بعض الكلام ده. تعال معايا بقى سنه سنه وفكر برضه قبل ما نقول. بيقول لي ت أس 8. انت يا استاذ قلت لي معلومه النهارده، لو الاس يقبل على الاربعه بدون باقي يبقى الاجابه 1. طب ما ال8 دي تقبل على الاربعه بدون باقي، يبقى الإجابة على طول أنا مغمض كام؟ 1. طب ت أس 20، برضه ال20 تقبل على الأربعة بدون باقي، يبقى الإجابة 1. نيجي هنا بقى 42، أدي ت. ال 42 ما تقبلش الاسم على 4، فبعمل إيه؟ بشوف العدد اللي قبلها يقبل على الأربعة اللي هو 40، فبقول له كده 42 ناقص 40 يبقى ت. لما أطرح يديني 2، وت أس 2 يا أستاذ انزل كده، ت أس 2 بسالب 1. نطلع تاني. طب 103، أقول له استنى، أدي ت. ال 103 ما تقبلش على الأربعة، ما تقبلش الاسم على الأربعة بدون. طيب 103 أعمل إيه؟ أشوف العدد اللي قبلها يقبل الاسم على الأربعة، يبقى 100، أقول له كده. يبقى 103 ناقص 100، لأن ال 100 تقبل على الأربعة، تديني ت أس 3، وت أس 3 دي بكام؟ بسالب ت. أهي هنشوفها فوق، ت أس 3 بسالب ت. لو تلاحظ الإجابات بتاعتنا هي نفس الإجابات الأربعة دول، ت سالب 1 1 سالب ت، وهكذا. نكمل. بيقول لي عايز ت أس 20، ت أس 21، ت أس 22، ت أس 23. هقول لك معلومة، لو عندك أعداد صحيحة متتالية، موجبة متتالية زي كده 20 21 22 23، الإجابة وأنت مغمض 0. هثبتها لك دلوقتي، بس خلي بالك أنت محتاج السرعة برضه في الامتحان. بيبقى عندك أسئلة كتير وأنت محتاج، وفي وقت محدود،
فعشان كده لو لقيت الاعداد متتاليه صحيحه موجبه متتاليه يبقى 20 21 22 3 0. طب اثبتها لي يا استاذ معلش عشان اكون مقتنع شويه. هقول له ده 20 يقبل الاسم على الاربعه يبقى الاجابه 1. طب دي ت اس 21. تعالى في الهامش احنا اتفقنا ال 21 اعملها ت 21 ناقص 20 لان ال 20 تقبل على الاربعه تدي لك ت اس 1 يعني ت. تاني ال 21 ما تقبلش على الاربعه اللي قبلها 20 يقبل فقلت لك 21 ناقص 20 يبقى 1 ت اس 1 بت يبقى ديت ت. طب ت اس 22 برضه على مهلي اهي ادي ت 22 هعملها ت اس 22 ناقص 20 لان برضه ال 20 تقبل على الاربعه ادي 20 لما اطرحها يبقى ت اس 2 الاجابه سالب 1 يبقى ديت سالب 1. فاضل ت اس 23 برضه نفس الكلام ادي ت 23 يبقى 23 برضه ناقص 20 يبقى ت اس 3 الاجابه سالب ت يبقى دي سالب ت. لو تلاحظ موجب 1 هيطير سالب 1 ت تطير سالب ت يبقى الاجابه ايه؟ 0. بس انا مش عايزك تضيع وقت. عندك 4 اعداد متتاليه صحيحه متتاليه يبقى خلاص الناتج النهائي كام؟ 0. نبص بصه كده سريعه ونكمل. تعال نشوف شويه معلومات مهمه جدا جدا جدا. لو انا قلت لك ت اس ا زائد ت اس ب زائد ت اس ج وخلي بالك بيقول لي ا وب وج ود اعداد صحيحه موجبه متتاليه زي 1 2 3 4 او 5 6 7 8 لو لقيت دول متتاليين يبقى الاجابه 0. طب يا استاذ لو عندي ت اس ا في ب في ج في د برضه دول متتاليه 4 اعداد صحيحه متتاليه موجبه الاجابه هتبقى 1. يبقى تاني لو مضروبين الاسس في بعض الاجابه 1. طب لو الاسس مجموعه الاجابه سالب 1. وخلي بالك انا بقول لك ا وب وج ود اعداد متتاليه اعداد صحيحه موجبه متتاليه. طيب تعالى برضه هنا المعلومه لو عندي الاس يقبل على الاربعه يعني لو قال لي 4 نون يبقى بواحد على طول. طب لو قال لي 4 نون زائد م او ناقص م يبقى الاجابه موجب م او سالب م. يعني مثلا اديني مثال يا استاذ لو انا قلت لك كده ت اس 4 نون زائد 3 اقول له دي على طول ت اس 3 يعني شيل دي خالص اكنها مش موجوده. طب تعال نكمل ونشوف مسائل بقى. بدأ يجيب لي حاجه ثانيه. بدأ يجيب لي الاسس سالبه وبيقول لي طب اختصرها. تعال نشوف الفكره. بيقول لي اجمع على الاس عدد اكبر منه يشترط اللي هو يقبل على الاربعه. قلت له لا اديني مثال كده عشان افهمك. يعني دي سالب 5 مالكش دعوه بالسالب الخمسه. ايه العدد اللي اكبر من 5 يقبل الاسم على الاربعه؟ 8. يبقى اقول له سالب 5 زائد 8. خلي بالك المثال اللي فات كنت بطرح اما المثال ده بجمع. لو الاسس سالبه بجمع فبقول له سالب 5 زائد 8 ب3 وت اس 3 بسالب ت. طب اللي ما فهمش دي يفهم دي. العدد سالب 13 ايه اللي بعد ال 13 يقبل اسم على الاربعه؟ ال 16. فبقول له كده سالب 13 زائد 16 سالب 13 زائد 16 3 وت اس 3 عارفينها من المره اللي فاتت اللي هي كام؟ سالب 1. طيب تعال نحل دي مع بعض بقى. ادي ت دي سالب 102 102 ما تقبلش على الاربعه. ايه العدد اللي بعد 102 يقبل على الاربعه؟ ايوه 104. فبقول له كده سالب 102 زائد 104. لما اجمعهم انا بقول اجمعهم يبقى 2 دي سالب ودي موجب يبقى 2 وت اس 2 بسالب 1 يبقى سالب 102. ما بصيتش للسالب قلت 102. ايه العدد اللي بعد 102 يقبل على الاربعه؟ 104. فبقول له سالب 102 زائد 104 يديني 2 ده سالب 1. طب تعال نشوف دي. هطلع الت دي فوق بس ال70 اخليها سالب 70. القص بالموجب طلع فوق بالسالب. طب وبعدين ايه العدد اللي بعد ال70 يقبل الاسم على الاربعه بدون باقي؟ 72. فبقول له كده ت سالب 70 زائد 72. لما اخلص بقى تديني 2 وت اس 2 برضه بكام؟ سالب 1. تعال نشوف اللي بعدها.
الغي دي لكنها مش موجوده. يبقى عندك ت أس -7. ايه العدد اللي بعد ال7 يقبل على ال4؟ ال8. يبقى -7 زائد 8 يديني ت أس 1 يعني ت، وهكذا. وطبعا ما تنساش دول اعداد متتاليه، برضه هتخلصها هتطلع صفر. بقيت السؤالين دول الثلاثه دول بقى تدريبات. تعال نشوف المعلومه اللي بعدها. ايه المعلومه اللي بعدها؟ بيقول لي في حاجه اسمها العدد المركب. عين. العدد المركب بيتكون من جزء حقيقي وجزء تخيلي. يعني أ ده هو الحقيقي وب ت دي هي التخيلي. ده اسمه جزء حقيقي وجزء تخيلي. يعني مثلا لما يقول لي 5 زائد 2 ت، ده اسمه عدد مركب. الجزء الحقيقي 5 والتخيلي 2 ت، وهكذا. طيب تعال نشوف سؤال من الأسئلة ديت. كلهم بيتكلموا في نفس الموضوع. تعال نشوف سؤال واحد كده فيهم بعدين هنحله من غير آلة، وممكن أحله بآلة، بس تعال الأول نحله من غير آلة. تعال نشوف السؤال ده. بيقول لي 3 س تربيع زائد 12 بيساوي 0. أوجد مجموعة الحل في كاف. أقول له أول حاجة هودي ال 12 دي بعكس الإشارة. يبقى 3 س تربيع بيساوي -12. هقسم الطرفين على الثلاثة على الثلاثة. ألاقي دول طاروا. يبقى س تربيع هيساوي لي -4. نغير اللون شوية. س تربيع ب-4. تعالى بقى نجيب الجذر. بس أنا عايز أعلمك حاجة الأول. أدي س تربيع. س تربيع. وادي ال4. ده سالب. سالب يعني -1، وسالب 1 عندنا يعني ت تربيع. اهو ما تنساش ان ت تربيع بتساوي -1. وعشان أأكد لك ديت معناها 4 في -1. ال4 اهي والسالب 1 يعني ت تربيع. أقدر بقى أجيب الجذر. يبقى س بيساوي زائد أو ناقص جذر ال4 2 وت تربيع ت. يبقى مجموعة الحل 2 ت وسالب 2 ت. طب يا أستاذ السؤال ده لو جالي اختيارات أنا حاسس إن أصلا الوقت مش هيقضي وأنت عمال إيه تقول حاجات كتير كده. أنا ممكن أحلها على الآلة. بدوس على الآلة مود 5 3. واحد بيفكرني بيقول لي بتاعت القانون العام. القانون العام بتاع ثالثه اعدادي. فبيطلع لي ايه وبي وسي. الايه العدد اللي قدام س تربيع فبكتب 3 وادوس يساوي. بتنقل على البي. بي معامل السين. مفيش هنا س أس 1 يعني مفيش س يبقى 0. وبعدين ادوس يساوي انقل على السي اكتب له 12. وبعدين اكتب يساوي وكمان يساوي. هتطلع لي دول. هتطلع لي على الآلة 2 اي وسالب 2 اي. اي اللي هي تخيلي. بس ما تنساش بتحول الآلة الأول لأعداد مركبة. فبتدوس مود ورقم 2 اسمها كومبلكس. كومبلكس يعني أعداد مركبة. ممكن أحل ده بقى بالآلة. ممكن أحل ده بالآلة. ما تنساش هنا الألف ب1 الب ب-2 الجيم ب4. طب أنت بتقول لي كده ليه يا أستاذ؟ عشان بنسبة 99% بيجي اختيارات. في أسئلة مقال أي نعم بس في أسئلة لسه يعني أشد وأهم. طب تعال نشوف المعلومة اللي بعدها أو الشكل اللي بعده. بيقول لي تساوي عددين مركبين. مهم جدا ده. لو أنت عندك عدد مركب اسمه أ زائد ب ت بيساوي عدد مركب آخر ج زائد د ت. أقول له الألف بيساوي الجيم يعني الحقيقي بيساوي الحقيقي والب بتساوي الدال التخيلي والتخيلي والعكس طبعا. يعني مثال زي هنا بيقول لي س زائد ص ت بيساوي 5 ناقص 3 ت. أقول له يبقى الس ب5 والصاد اللي قدام ت دي ب-3. طب تعالى اديني امثله كده عشان افهمك اكتر. تعالى نشوف السؤال الاول ده مش محتاج ده. بيقول لي س زائد ص ت 3 ناقص 2 ت. تعالى نكتبه جنبه احسن هنا. هقول له الس هتساوي 3 والصاد هيساوي -2. حلو. طب اللي بعدها ديت تعالى نغير اللون. بيقول لي س زائد 3 ص بيساوي 4. هقول له الحقيقي بيساوي الحقيقي يعني س دي هتساوي ال4
والتخيلي بيساوي، مفيش تخيلي صح؟ ده هنا جايب لي عدد حقيقي بس اللي هو الاربعه، اقول له يبقى 3 صاد ده بيساوي صفر عشان مفيش تخيلي، يبقى الصاد بصفر برضه. تعال بقى نشوف بقى المثالين دول. انا عايز اركز على المثال رقم 5 ده لان برضه ده بسيط وده بسيط، انا عايزك انت تفكر فيهم كده. تعال نشوف المثال ده، مثال مهم جدا. بيقول لي س زائد ص وهنا 3 س ناقص ص ت بيساوي 5 زائد 3 ت. قلت له استنى، انا هاخد الحقيقي مع الحقيقي، يعني س زائد ص هيساوي 5 واسمي دي المعادله 1، واخد التخيلي مع التخيلي يعني 3 س ناقص ص هيساوي 3 واسمي دي 2. واحد بيقول لي يا استاذ دي مش دي المعادلتين، حل المعادلتين من الدرجه الاولى بتاع الثالثه دي؟ هقول له بالجمع س و3 س يبقى 4 س، والاقي موجب ص تيار سالب ص. طب و5 و3 يديني كام؟ 8. انا عاوز السين، هروح قاسم هنا على الاربعه واقسم هنا على الاربعه، يبقى س هتساوي 8 على 4 فيها كام؟ الاثنين. يبقى السين اصبحت ب2. طب انا عايز الصاد، اعوض في المعادله الاولى اللي هي س زائد ص ب5، اشيل السين واحط 2 يبقى 2 زائد ص بيساوي 5، وادي الاثنين بعكس الاشاره واطرح، يبقى ص 5 ناقص 2 يبقى ص تطلع لي ب3. يبقى تاني ده اهم تمرين عندي لحد دلوقتي، س زائد ص خدتها مع ال5، 3 س ناقص ص بيساوي 3 وعملت معادلتين. ما تنساش ده برضه هيطلع السين بصفر عشان وانت بتحل والصاد بصفر. طب هنا يا استاذ بالمره عشان وانا براجع 3 صاد دي حقيقي، مفيش حقيقي هنا يبقى صاد بصفر. وهنا سالب س مع 6 ت اهو، تعال نجيبها هنا، سالب س هيساوي 6 يبقى س بيساوي سالب 6. يعني في المثال ده الصاد بصفر والسين بسالب 6. لكن انا بقول لك انا عايزك تركز على ده. اتفقنا؟ تعال نشوف السؤال اللي بعده او المعلومه اللي بعدها. عمليات بقى على الاعداد المركبه. بيقول لي اضرب دول، ده الضرب، ضرب وجمع وطرح كده. ده عمليه اول حاجه جمع. بيقول لي اوجد في ابسط صوره. انا عايز اقول لك ملاحظه، الحاجات دي كلها تيجي بالاله، تحول الاله لاعداد مركبه وتكتب عادي عليها. لكن انا دلوقتي عايز احل من غير اله يا استاذ. اول واحده اهي، بيقول لي 3 ناقص 2 ت زائد 2 زائد ت. لما اجي اجمع بجمع الحقيقي مع الحقيقي، يعني 3 زائد 2 ب5، والتخيلي مع التخيلي سالب 2 ت زائد ت يبقى سالب ت واحد. يبقى ده اول سؤال خلص. ادي اول سؤال، جمعت الحقيقي مع الحقيقي، تخيلي مع التخيلي. نفس الكلام ده طرح، بس الاول انا هنزل 2 ناقص 3 ت دي تاني. انا بحل رقم 2، هوزع السالب، سالب في موجب بسالب وادي الاربعه تنزل، سالب في سالب بموجب وادي الت تنزل. تعال نجمع الحقيقي مع الحقيقي. 2 ناقص 4 يبقى سالب 2. طب سالب 3 ت وموجب ت يبقى سالب 2 ت. خلصت. ده ضرب بقى. تعال نشوف الضرب. الضرب ليه طرق كتيره، اسهلهم الطريقه دي، بفتح قوسين كبار ما بينهم علامه زائد وادي ت. انا بضرب ديت رقم 3. اضرب الاول في الاول، 2 في 4 يبقى ب8. موجب في سالب، الاول هنا سالب وهنا موجب على طول، سالب موجب. يلا 3 في سالب 1 بسالب 3. تاني بضرب الاول في الاول، الاول هنا سالب وهنا موجب على طول. يلا 2 في 4 ب8، وهنا 3 في سالب 1 هنا سالب 1 بس ما بيتكتبش سالب 3. وبعدين اضرب الطرفين والوسطين، 2 في سالب 1 بسالب 2، و3 في 4 يبقى ب12. تعال نجمع بقى، 8 ناقص سالب 3 يدي لك 11. طبعا مسموح لك تجمع بالآلة. زائد سالب 2 و12 يبقى 10 ت. يبقى تاني بالراحة كده، بفتح قوسين ما بينهم زائد، في القوس الأولاني سالب والتاني موجب.
طب بضرب الاول في الاول 2 في 4 ب 8 والثاني في الثاني 3 في سالب 1 بسالب 3 وبعدين اضرب الطرفين والوسطين هنا سالب 2 وهنا 12 اجمع دول 11 اجمع دول 10 يبقى الاجابه 11 زائد 10 ت. سؤال يا استاذ هل ممكن احلها بالاله؟ ممكن تحلها بالاله عادي. طب تعال نشوف السؤال اللي بعده ده. تعال نشوف نعمل خط كده. عايز 2 زائد 3 ت الكل تربيع. زائد اهي. ده اسمه قوس الكل تربيع بتاع اعدادي. كنت بفك القوس ده ازاي؟ اول حاجه اربع الاول يبقى 4. اروح بعيد كده واعمل موجب، لازم موجب. اربع الثاني يبقى 9 ت اس 2. اشاره النص دي تنزل هنا. واضرب الاول في الثاني في 2، 2 في 3 ب 6، في 2 يبقى ب 12 بس ت. تعال نراجع تاني، ربع الاول 2 في 2 ب 4. ربع الثاني 3 ت في 3 ت 9 ت تربيع. اشاره النص تنزل هنا واضرب الاول في الثاني في 2. ركز بقى معايا، الاربعه دي تنزل تاني. وادي 12 ت. زائد 9 في اشيل الت تربيع دي واحط سالب 1. يبقى 4 زائد 12 ت وديت تخلص سالب 9. خلص على مهلك بقى، 4 ناقص 9 يدي لك سالب 5 زائد 12 ت. بص لها تاني، مهم التمرين ده عشان كده كبرت الخط. يلا نرجع تاني. طيب يبقى دلوقتي اربع الاول 4، اربع الثاني 9 ت تربيع. اشاره النص تنزل، الاول في الثاني في 2 يبقى 12 ت. شلت ت تربيع وحطيت سالب 1، الاربعه دي نزلت، 12 ت تنزل وادي 9 ادي سالب 1. 9 في سالب 1 بسالب 9. خلصت الاربعه مع سالب 9 يبقى سالب 5 وادي 12 ت. تعال نشوف اللي بعدها، مهمه جدا اللي بعدها، 1 زائد ت اس 10. بص ركز بقى، 1 ت اس 10. ركز الله يخليك بقى. برضه نفس الكلام على مهل سنه سنه. الاول هعمل 1 زائد ت. هاجي لل10 دي اقول له اس 2 الكل 5 لان 2 في 5 ب 10. طب افك القوس ده ازاي؟ اربع الاول 1، اروح بعيد واعمل موجب. اربع الثاني ت تربيع. اشاره النص تنزل. اضرب الاول في الثاني في 2 يبقى 2 ت. كل ده اس 5. ركز بقى. بص اعمل ايه؟ دي ت تربيع وديت 1، ما هو ت تربيع يعني سالب 1، اطير دي مع دي. طيرتهم قصاد بعض. طيرت الت تربيع مع الواحد لان ت تربيع دي بسالب 1. هيتبقى 2 ت 2 ت. كل ده اس كام؟ 5. هوزع ال5 على ال2 وعلى الت، يبقى 2 اس 5 ت اس 5. 2 اس 5 دي ب 32. طب يا استاذ ت اس 5 دي بكام؟ تعال نكبر كده. ت اس 5. ما انت كنت بتقولها لي كده يا استاذ، 5 ناقص 4 يبقى ت اس 1 يعني ت. يبقى ت. تعال نراجعها تاني. 1 زائد ت اس 10 الكل 10. فكيت ال10 دي 2 في 5. فكيت القوس ده قوس الكل تربيع. اربع الاول اربع الثاني، شرط النص اول في ثاني في 2 2 ت. ربعت الاول 1، ربعت الثاني ت تربيع، شرط النص تنزل، 1 في ت في 2 ب 2 ت اس 5. طيرت ت اس 2 مع الواحد عشان دي سالب 1، يتبقى 2 ت اس 5. وزعت ال5 هنا وهنا يبقى ت اس 5 ت. 2 اس 5 ت اس 5 تديني 32 في الاخر ايه؟ ت. تعال بقى نبص على حاجه كده، في حاجه اسمها العدد المرافق. بص يا جماعه، لو انا عندي ا زائد ب ت، المرافق بتاعه اسمه ا ناقص ب ت. بغير اشاره التخيلي فقط. اهو ا زائد ب ت يبقى ا ناقص ب ت. يعني لو عندك 7 زائد 5 ت، المرافق بتاعه دي علامه المرافق. مرافق يبقى 7 ناقص 5 ت. غيرت اشاره التخيلي.
طب 3 ناقص 2 ت تبقى 3 زائد 2 ت، بغير اشاره التخيلي. طب هنا ت زائد 4 بيضحك عليا، جاب لي الت الاول، اقول له يبقى سالب ت زائد 4. ركز تاني، سنه اولى، الله يخليكم خلي بالكم من الحته دي، مش بعمل زي اعدادي وبغير اشاره النص، لا ده انا بغير اشاره التخيلي، الت موجب بقت سالب. طب 5 ت المرافق بتاعه سالب 5 ت. طب سالب 2 ت المرافق 2 ت. طب ت المرافق سالب ت. تعال نشوف مثال. المثال بيقول لي اوجد ما يلي في ابسط صوره، او بيقول لي كده 13 على 2 ناقص 3 ت. بيقول لي اوجد في ابسط صوره. برضو انا عايز اكد على حاجه، دي ممكن تخلص بالاله، بس انا عايزك تتعلم الاول وبعدين امسك الاله براحتك. لما يجي لي حاجه زي كده اضرب البسط والمقام في مرافق المقام. طب مرافق ده ايه؟ اقول له 2 زائد 3 ت، وهنا 2 زائد 3 ت، وابدا اضرب على مهل. الاعداد المترافقه بتتضرب بسهوله عن الضرب العادي. بضرب الاول في الاول والثاني في الثاني. طب تعالى ازاي؟ 2 في 2 يبقى 4، سالب في موجب بسالب، 3 في 3 ب9، ت في ت بت تربيع. يبقى بضرب الاول في الاول والثاني في الثاني، 2 في 2 4، سالب في موجب بسالب، 3 في 3 ب9، ت في ت بت تربيع. اللي فوق ما تجيش جنبهم، اكتبهم زي ما هم، 13 في 2 زائد 3 ت. ادي زائد هنا وادي زائد هنا. تعال نخلص اللي تحت، اللي فوق اهو مش هاجي جنبها، اللي فوق اهو 2 وهنا 3 ت. الاربعه دي تنزل وادي سالب 9 في، اشيل ت تربيع واحط مكانها ايه؟ سالب 1. وعلى مهلي خالص خلص اللي فوق، ادي 13 ادي 2 ادي 3 ت. لما تخلص اللي تحت دي بآلتك الحاسبه تدي لك 13، وتطير ال 13 مع ال 13 الاجابه النهائيه 2 زائد 3 ت. بص لها تاني كده، اول ما الاقي عدد مركب في المقام اضرب بسطا ومقاما في المرافق. مرافق بغير اشاره التخيل. لما اضرب اللي تحت 2 في 2 4، سالب في موجب بسالب، 3 في 3 ب9، ت في ت بت تربيع. اما اللي فوق وقفتهم جنب بعض بس 13 وادي 2 ت زائد 2 زائد 3 ت. ما جيتش جنب البسط لحد دلوقتي، شلت ت تربيع دي وحطيت مكانها سالب 1، بقت 4 ناقص 4 ناقص 9 في سالب 1. خلصتها بآلتي اداني 13، طيرت ال 13 مع ال 13 يبقى الاجابه 2 زائد 3 ت. السؤال الثاني بيقول لي 4 ناقص ت و3 ناقص 2 ت. 4 ناقص ت 3 ناقص 2 ت. ناقص 2 ت. طب اعمل ايه يا استاذ؟ برضه نفس النظام، اضرب بسطا ومقاما في المرافق بتاع المقام. يبقى 3 زائد 2 ت، وهنا 3 زائد 2 ت. وعلى مهلك خلص المقام الاول، 3 في 3 يدي لك 9، سالب في موجب بسالب، 2 ت في 2 ت 4 ت تربيع. اللي فوق اضرب على مهلك بقى. انا قلت لك بنعمل قوسين كده، ركز بقى عشان لو ما فهمتهاش من اللي فاتت افهمها دلوقتي. هنا سالب هنا موجب، وعلى مهلك اضرب الاول في الاول، 4 في 3 12، الثاني في الثاني، هنا 1 و2 يبقى سالب 1 في 2 بسالب 2. وبعدين اضرب الطرفين، 4 في 2 ب8، والوسطين سالب 3. تاني 4 في 2 ب8، سالب 1 في 3 يبقى سالب 3. تاني بفتح قوسين، واحد سالب واحد موجب مدهم موجب. اضرب الاول في الاول، 4 في 3 ب12، سالب 1 في 2 بسالب 2. وبعدين الطرفين 4 في 2 ادي 8، سالب 1 في 3 بسالب 3. وعلى مهلك سنه سنه، اللي فوق دي 14 ودي موجب 5 ت،
اللي تحت خلصها، دي -1 اهو، اكتب -1 في -4 يبقى موجب 4 مع ال9 يبقى كام؟ 13. بكده الحمد لله يبقى شيكنا على الاعداد المركبه وعرفنا ايه هو العدد التخيلي. ان شاء الله في فيديو اخر ان شاء الله هنشوف اللي بعد كده ويكون حساب مثلثات ان شاء الله. وخلي بالك من حساب المثلثات، مهمه جدا عندنا لان هنكمل عليها السنين الجايه. اشكركم ويا ريت يكون الفيديو عجبكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.